الصحفي أحمد جلال والد زيزو يؤكد: زيزو من أكثر اللاعبين الأوفياء الذين لعبوا للزمالك وأثبت ذلك أكثر من مرة، ولينا مستحقات 82 مليون ونص بجانب مكافآت كأس مصر ومش هنتنازل عن مليم. بعد صرف نظر الأهلي عن الصفقة، الاتفاق السعودي يعلن ضم أحمد حسن كوكا في صفقة انتقال حر. يحتفل الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق اليوم السبت بعيد ميلاده 76. عيد ميلاد سعيد وعمر مديد للكابتن حسن. ثروت سويلم رابطة الأندية: الانسحاب يعني خصم 6 نقاط ومفيش حاجة اسمها ظروف قهرية أو عالمية. الحكم محمد الصباحي: الكابتن سيد عبد الحفيظ هو أحسن مدير كرة في الحقبة الأخيرة، وهو واقف على الخط ما بيغلطش في حد، بس ساعات بيقول كلام يخليك تفكر فيه. مصدر مقرب من مصطفى البدري: اللاعب تلقى عدة عروض من أندية الدوري المصري لكنه ينتظر قرار الأهلي النهائي بشأن رحيله. الأهلي جمد العروض المقدمة للاعب في الوقت الحالي لرغبته في إدخاله ضمن صفقة تبادلية محتملة مع نادي سيراميكا كليوباترا أو زد. الإدارة تدرس تجديد عقده قبل خروجه إعارة، خاصة أن عقده ينتهي الموسم المقبل أو يتم الاستغناء عنه نهائيا في حال رفض التجديد. محمود عبد الحكيم: المباريات الودية بتتعمل عشان تجهز بيها اللعيبة بدنيا ومش مهم فيها النتيجة، بس خلينا متفقين ان سكواد الاهلي السنة دي مختلف جدا عن السنين اللي فاتت. بشوف فرقة الاهلي هتبقى مرعبة في الدوري، والكلام عن مشاكل اوضة اللبس قلة حيلة من اللي بيتكلم علشان ما عندوش في فرقته كواليتي مفتخر زي لعيبة الاهلي.